انتشر خلال الأيام الماضية فيديو ظهر فيه الشيف بوراك وهو حزين مكتئب بعد أن كانت الابتسامة لا تفارق وجهه البشوش. فما قصة تحول هذا الوجه من وجه بشوش إلى وجه حزين ومكتئب؟ تابعونا لتعرفوا تفاصيل هذه القصة. من هو الشيف بوراك؟ اسمه محمد بوراك أوزدمير، من مواليد تركيا اسطنبول هاتاي. يقول أنه من أصول عربية ترجع إلى دولة سوريا. منذ طفولته كان بوراك يعشق الطبخ ويحب هذه المهنة، فكان والده هو من علمه لطبخ العديد من الوصفات. فأحب بوراك هذه المهنة وبدأ يشتغل عليها بشكل كثير حتى أصبح يمتلك سلسلة مطاعم شهيرة جدا في تركيا، ولها عدة فروع في دبي وقطر وطاقستان. إلا أنه تعرض لأزمة حادة كان سببها والده، وفقد كل تلك المطاعم التي كان يمتلكها. في الفيديو الذي نشره بوراك تحدث أنه قدم دعوة قضائية ضد والده، والسبب أن والده قام ببيع كل ممتلكاته مع حقوق اسمه لأحد رجال الأعمال الأجانب. الخلاف الذي بينه وبين والده متى بدأ؟ بدأ الخلاف بينه وبين والده بعد فترة الزلزال الذي ضرب تركيا، فكان موطنه هاتاي الذي يسكنه بوراك قد تضرر بشكل كبير، فقرر بوراك أن يقدم المساعدة للمتضررين، لكن والده وقف أمامه ومنعه من تقديم المساعدة. منذ ذلك الوقت بدأ الخلاف ينشب بينه وبين والده. بعد كل هذا الإفلاس الذي تعرض له بوراك، ما الذي عمله ليستعيد نشاطه التجاري؟ لم يعد لدى بوراك سوى سيارته الفاخرة من نوع فورد موستانج، باعها بقيمة 61 مليون دولار. وقبل أيام نشر بوراك في حسابه أنه لم يمتلك إلا فرعه الرئيسي الذي سيفتتحه خلال شهر سبتمبر المقبل في اسطنبول. وانتشرت له العديد من الصور أثناء عمل وتجهيز هذا المطعم. فهل سيستعيد بوراك لثقة جمهوره؟ سيعود من جديد لمزاولة نشاطه كما كان وسيعوض كل ما فقده؟ لنرى ذلك خلال الأيام المقبلة. حياتي لكم.